بعد فوز الاهلي الساحق للترجي التونسي في قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، بصراحه كان عن استحقاق وفرق شاسع في المستوى، ووصول النادي الاهلي للنهائي الرابع على التوالي. وبعد ما اتحاد الكوره اجل كل مباريات النادي الاهلي لفتره تزيد عن الشهر وشويه، باستثناء طبعا مباراه وحيده وهي كانت مباراه السوبر امام بيراميدز، قرر اتحاد الكوره ان هو يدعم النادي الاهلي ممثل مصر الوحيد واللي تأهل لنهائي افريقيا بانه حرفيا يعزقوا مباريات عشان يظبط جدول الدوري المصري، ويقرر انه يخليه يلعب 3 مباريات في 9 ايام فقط. كل ده طبعا هنتكلم فيه بالتفصيل، بس كالعادة قبل ما نبدأ في اي حاجة وقبل ما يجيلي شلل رباعي من القرارات الغريبة جدا اللي بنسمعها، ولو انت بتتفرج علينا دلوقتي ولسه ما اشتركتش في القناة، تحت الفيديو على اليمين هتلاقي كلمة اشتراك، دوس عليها وفعل الجرس عشان اي جديد احنا بنعمله يوصل لك اول باول. وطبعا مش محتاج اتكلم بقى على الشير واللايكات، اكيد انتوا عارفين هتعملوا ايه كويس. كفاية رغي لحد كده بقى ويلا بينا. هل من المنطق ان لما يكون عندك فريق رايح يلعب نهائي افريقيا، وللعلم نهائي افريقيا ده هو اهم مباراة ممكن اي فريق يلعبها طول الموسم، واهم مباراة دي مش حاجة انا جايبها مثلا من دماغي ولا شيء تقديري، لا هو فعلا اهم مباراة. اولا بطولة قارية مهمة جدا تخش في تاريخك، غير طبعا ان بيطلع لك من وراه مبلغ كويس، زائد طبعا انه بيأهلك بقى لكاس العالم للأندية، وتروح هناك بقى دول اسيا ودول اوروبا ودول امريكا الجنوبية، ناس تانية بثقافة تانية بحضارات تانية، موضوع كبير. ففعلا هو اهم ماتش في خلال الموسم. فالعاملين على الكرة في مصر عشان كل اللي انا قلته ده، وطبعا هم دايما شغلهم الشاغل دعم الفرق بشكل عام وتطوير اجمالي الكرة المصرية بشكل مستمر، فقرروا ان النادي الاهلي هيلعب 3 مباريات في 9 ايام قبل ما يروح يلعب نهائي افريقيا. يعني بالله عليك قول لي انت، لما يقعد اكتر من شهر وشوية ما بتلعبوش مباراة عشان كان بيلعب في دوري المجموعات وربع النهائي وقبل النهائي، ولما يوصل النهائي يا مؤمن، لما يوصل النهائي تلعبوا 3 مباريات في 9 ايام؟ يعني لما كان في الادوار اللي بيتأهلوا انه يروح النهائي ما كانش بيلعب، ولما وصل النهائي تعزقوا ماتشات؟ ايه يا عم، هو انت مش عاجبك حاجة؟ يعني لما كان ما بيلعبش ما كانش عاجبك، ولما بيلعب برضه مش عاجبك؟ مش انت اللي قلت هو ما بيلعبش ليه ولعبوه؟ ايوه فعلا انا اللي قلت كده، وقلت فعلا هو ما بيلعبش ليه، لكن هو يا كده يا كده. يعني هو ما ينفعش نعمل الحاجه اللي كل الناس بتعملها، الحاجه الطبيعيه العاديه دي، ولا هو لازم دايما نرضي طرف على حساب طرف؟ وبعدين بقى ده انا كده يبقى كلامي صح، يعني هو دلوقتي قادر يلعب 3 مباريات في 9 ايام، يعني في شهر وشويه كان يقدر يلعب مباراه او 2، بدل ما هو دلوقتي بيتهري ماتشات في وقت قصير وهو عنده نهائي افريقيا. يعني لو كنا وزعنا بقى المباريات دي على الفتره كلها ما كانش دلوقتي هيبقى في ضغط مباريات عليه، وكانت هتبقى فترة الراحة بين اخر مباراة ومباراة النهائي كانت هتبقى اكبر. وبعدين برضو في سؤال مهم، يعني هو قبل كده لما انت كنت بتأجله عشان بتدعمه عشان بيلعب في دوري ابطال افريقيا، طب ما هو النهائي ده برضو في دوري ابطال افريقيا، ولا انت اصلا بطلت تدعمه، ولا انت ما كنتش بتدعمه، ولا ايه بالظبط؟ وكمان خد بالك ده في مصيبة تانية، المفروض ان ما بين مباراة النهائي الاولى والتانية الاهلي مطالب ان هو يلعب ماتشين، الماتش الاول مع المصري والماتش التاني قدام الزمالك. انا عارف طبعا ان هم قطعا هيتاجلوا، بس افرض طلعت في دماغهم برضو وقال لك لا يلعب، اقسم بالله ساعتها انا لو من الاهلي مش هقدم شكوى للفيفا، لا ده ناخد الفرقه كلها كده من ايديها واطلع على الفيفا. فبكل امانه وصدق انا شايف ان اللي بيحصل مع الاهلي دلوقتي ده ما هو الا عبث، بصراحة شيء غريب جدا وبجد ملوش تفسير، وحقيقي مش ده الصح اللي المفروض يتعمل مع ممثل مصر الوحيد في افريقيا، خاصة كمان بعد خسارة مصر في كل البطولات اللي دخلناها تقريبا. فبكل صراحة انا شايف ان دي البطولة الاخيرة للكرة المصرية السنة دي، انما طبعا باللي انت بتعمله ده انت كده بتعرضه لاصابات، بتعرضه لاجهاد، بتعرضه لمشاكل كتيرة جدا ممكن تأثر عليه بالسلب في المباراة الاهم، الا وهي نهائي دوري ابطال افريقيا. سلام.